السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة انجليش كيكة الفواكه المجففة بطريقة سهلة بسيطة وناجحة جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف احنا هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجة عندي كوباية ونص من الدقيق منخولين، هنحط عليهم رشة بسيطة من الملح، وهنزل عليهم بمعلقة من البيكنج باودر، وهقلبهم مع بعض وهركنهم على جنب. عندي بقى بعد كده هنجيب الكبه بتاعتي، هحط فيها 3 بيضات ونص كوبايه من السكر، وهضيف عليهم فانيليا، وهضرب المكونات دي جدا مع بعض لحد ما يبقى عندي الخليط بتاعي كريمي والسكر عندي يدوب تماما. وهقول لكم حبايبي هنعمل ايه بعد كده. بعد ما ضربنا البيض والسكر والفانيليا مع بعض وبقى القوام بتاعنا كريمي كده زي ما انتم شايفين، هنضيف نص كوبايه من الزيت، وعليهم ربع كوبايه من اللبن، وهضيف معلقه صغيره جدا من الخل، وهنضربهم تاني مع بعض كويس وارجع. بعد حبايبي ما ضربنا السوائل كلها بقى مع بعضها، هنزل بعد كده واحده واحده بالدقيق بتاعي. خليط الكيك بتاع الانجليش فروت كيك بيبقى قوامه تقيل شويه، مش زي اي كيك احنا بنعمله، بيبقى القوام بتاعه تقيل سنه بسيطه. كده حبايبي زي ما احنا شايفين ده قوام الكيك بتاعنا. هنعمل ايه بعد كده؟ عندي بقى الفواكه المجففه بتاعتي، هنضيف عليها معلقه من الدقيق وهنقلبهم كده مع بعض، وهنضيفهم على الكيك. ليه انا عملت الخطوه دي؟ علشان خاطر ثابته في الكيك نفسه جوه الكيك، ما تبقاش في قعر القالب بس. هنقلبها كده طبعا كلها كده مع بعضها، وبعد كده هنجيب القالب بتاعنا، انا دهناه سمنه، هننزل بنص الخليط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهجيب شويه من الفواكه المجففه بتاعتنا هنحطها برضو في النص كده، بس مش كتير. وهنحط باقي الكميه بتاعت الخليط بتاعنا، وهنضيف برضو شويه على الوش من فوق. هنضيف برضو على وش الكيك شويه من الفواكه المجففه بتاعتنا كده على الوش، وهضيف برضو شويه من الكريس كانوا عندي في التلاجة. طبعا الكيك ده ممكن تضيفي عليه اي نوع مكسرات عندك، بس انا عاملاها بس بالفواكه المجففه بس المره دي، وبعد كده ان شاء الله هبقى اعملها لكم بالمكسرات. طبعا الفرن عندي شغال على درجه حراره 180. هحطها على الشبكه في النص، هتاخد معايا حوالي من 30 ل 35 دقيقه، وبعد كده هنطلعها لكم حبايب قلبي نوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين يا حبايبي شكل الكيك بتاعنا بعد ما طلعناه من الفرن؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جدا وناجح جدا. اتمنى يا رب تجربوه يعجبكم. بسم الله ما شاء الله تحفه. طبعا انا هسيب الكيك لما يبرد خالص، وبعد كده هقطعه وهوريكم شكله برضو من جوه عامل ازاي. وده يا حبايبي كان شكل الكيك بتاعنا بعد ما برد وقطعناه. اتمنى فيديو النهارده يكون نال اعجابكم. انتظروني ان شاء الله في المزيد والمزيد من الفيديوهات. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.